بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة أنا حابب أتكلم معاكم في موضوع عنوانه قوة الرفض الإيجابي. قوة الرفض الإيجابي. الحقيقة كلمة رفض إيجابي معناها إنه بالضرورة في رفض وحش أو سلبي. طبعا إحنا عايشين في عالم هو بيزق على فكرة الرفض السلبي ده. يعني ايه؟ يعني العالم بيعود الولاد والبنات بتوعه انه انا اعترض اذا فانا ايه؟ موجود. انا لما اقول لا يبقى انا موجود. ويبقى الاعتراض دايما على كل ما هو متعارف عليه، على كل ما هو ليه علاقة بربنا، بوصايا ربنا، بتعاليم ربنا، بمبادئ ربنا. هو ده الرفض اللي بنسميه الرفض السلبي، وده موجود وبكثرة يعني وبينتشر. حتى سامحوني ان انا اتجاسر واقول انه ساعات بعض الناس من جوه الكنيسة ومن الخدام والخادمات بيبقى ساعات عنده الاعتراض السلبي ده. هو طول الوقت يعترض، طول الوقت يقول لا، طول الوقت. انا مش قصدي انه بيفكر، لا، انا بتكلم على انه غاوي ايه؟ اعتراض. وعايز اقول لكم قد ايه انه الشيطان بينبسط جدا بالاعتراض السلبي ده، وهو ده اللي بيستخدمه عشان يبعد الناس عن ربنا. تسمعوا عن ايام اوباما اللي هو كان رئيس الولايات، اللي هو الاسمراني ده في ايامه المحكمة الدستورية بتاعت امريكا طلعت قرار بقانون لزواج المثليين. يعني يطلع قانون ملزم للدولة ان لو راجل عايز يتجوز راجل، القاضي يجوزهم ويتعاملوا زي الراجل والست. لو ست تجوز ست يجوزهم، ولو القاضي اعترض يترفد من الشغل بتاعه. لو القاضي يعني ما عجبوش الوضع قال لا ده مش الطبيعي، يشيلوه خالص ويعتبروه متعصب ويعتبروه مش حاسس بالناس. كلام من النوع ده اللي بيعمل مشاكل ضخمة. فالحقيقة وقت ما القرار ده كان بيطلع كان في ناس متعاطفين مع المثليين او الشواذ يعني، فكانوا واقفين رافعين لافتات بتقول ايه بقى بالانجليزي؟ بتقول بما معناه بالعربي ان القرار اللي هتطلعه المحكمة الدستورية الامريكية اللي هو قرار جواز المثليين ده قرار تاريخي. ليه قرار تاريخي؟ لانه هيحمي العالم في امريكا من سلطان البايبل او الانجيل. يعني احد اللافتات بتقول كده: احنا بنشجعكم وبرافو عليكم، لان اللي بتعملوه ده هيحمينا منين؟ حللني يا ابي. يحمينا منين؟ من سلطان البايبل، يعني تعاليم ربنا. وبالتالي العالم بيزق في الاتجاه ده، الاعتراض السلبي. انا مش عايز اعمل اللي يرضي ربنا، انا عايز اللي يرضي شهواتي، اللي يرضي افكاري، اللي يرضي مبادئ العالم اللي وضعت فين؟ في الشرير. العنوان العام حقوق انسان، والناس بتدافع عن حقوقها. وايه يعني لو واحد حب واحد ولا واحده حبت واحده؟ اجرمت في ايه يعني؟ والموضوع بسيط، ودي مشاعر وكل واحد حر فين؟ في مشاعره. لكن الواقع ايه؟ ان ده نوع من انواع الخطايا الصعبه والامراض النفسيه والاختلال النفسي، ومحتاج علاج، مش محتاج عقوبه، لكن مش محتاج ان احنا نعتبره عادي ونعتبره بنعمله قانون وانه ايه يعني وده طبيعي. الحقيقه احبائي ولاد ربنا فاهمين انه لازم يبقى عندهم قوة الاعتراض او قوة لا، بس قوة لا مش السلبية بقى، قوة لا الايجابية. هو في لا ايجابية؟ في لا ايجابية. يعني ممكن اعترض وربنا يفرح بيا؟ طبعا في لا الايجابية. عشان كده سؤال قبل ما اجاوب عليه قدام حضراتكم: يا ترى كلمة لا عند ولاد ربنا اوجهها لايه؟ يعني انا وحضراتكم نوجه لا دي لايه؟ نقول لا على ايه؟ اتفضل يا حبيبي. كل ما لا يرضى الله. اولا كل ما لا يرضى الله، اي خطيه اللي هي بيسموها شر، حتى لو ليها منطق وليها اغراء. ما هو الحقيقه ده احنا دلوقتي مش الخطيه بقى ليه اغراء، ده تم تغيير اسمها، حتى ده بيتعمل لها دعايه. ده الكذب بقى حكمه كلام، والسرقه اخدان حق. ما المدير وصاحب الشركة بيستقرضني فأنا باخد حقي، والزنا
احتياج جسد، هنعمل ايه يعني؟ ما احنا محتاجين، يا اما متجوز ومراتي مش مركزه معايا، يا اما مش متجوز، طب اعمل ايه يعني؟ وبقى الشذوذ حقوق انسان، يعني بقى الواحد اللي عايز يتجوز واحد او تتجوز واحده زيها تعتبره ايه؟ حقوق انسان، ده حق. اذا هنا نقول لا على كل ما لا يرضى الله. ايه كمان نقول لا عليه؟ اتفضلي. اي حاجه برافو عليكي ضد عقيدتي. لان دلوقتي بقى الكلام العام ايه؟ مش كلنا واحد يا ابونا، انتوا ليه متعصبين كده يا ابونا؟ يعني انتوا كاباط ارثوذكس فضلنا نقول كده لما اولادنا بداوا يتاخدوا من كنايسنا. بداوا يتاخدوا من كنايسنا. طبعا في جزء خاص بينا لان احنا محتاجين نشد حيلنا شويه. لكن بدات فكره انت ليه يا ابونا متعصب؟ ما كلنا واحد. وهو لما كلنا واحد هم جايين ياخدوا ولادنا ليه لما احنا واحد؟ يعني لو هم مقتنعين ان ولادنا مسيحيين وعاديين وكويسين بياخدوهم ليه عندهم في المؤتمرات؟ بياخدوهم عندهم ليه في بيت مش عارف ايه ولا ليه؟ بتاخده ليه عندك لما انت مطمن انه مسيحي وزي الفل؟ طب ما تروح لاوروبا وامريكا وكندا اللي الناس غالبيتها بدات تسيب ايه؟ ربنا اصلا. ربنا اصلا بقت تسيبه، يعني نسبه كبيره من البشر هناك. طب انت سايب الناس اللي كانوا تبعك والحدوا وسابوا ربنا وجاي للمسيحيين، اصلا المسيحيين اللي انت بتقول كلنا ايه؟ واحد. طب ما لما كلنا واحد جاي تاخدهم ليه؟ ما تسيبهم في حالهم وتعمل مجهودك مع مين؟ الا لو انت من جواك بتقول حاجه لكن من جواك مقتنع بايه؟ بحاجه تاني. بس خليك واضح معايا بقى، ما تقولش كلنا واحد. قول لا انتوا في اختلاف، واحنا بنشوف الكنيسه الارثوذكسيه كنيسه عهد قديم وبنشوف ان المسيح مش واضح في الكنيسه الارثوذكسيه. ده الكلام اللي بيقولوا الناس لما يبقوا على راحتهم، يعني لما يبقوا على راحتهم بيقولوا الكلام ده عشان بس يبقوا عارفين. لكن لا لكل ما هو ضد عقيدتي. اقول لا لايه كمان؟ اتفضلي. العادات والتقاليد وان كان دي برضو فيها جزء مرونه شويه، لكن طبعا مفيش ما يمنع انه تبقى العادات والتقاليد لو بتزق في حاجات كويسه زي الحشمه زي ده يمشي مع كلام ربنا. لكن خلي بالكم في عادات وتقاليد بتمشي ايه؟ ضد اراده ربنا. يعني برضو العادات والتقاليد دي مش في المطلق طول الوقت صح. زي عادات وتقاليد ان الحق اللي ياخده الولد ما تاخدوش البنت، الميراث اللي ياخده الولد ما تاخدوش البنت. لا، الكلام ده كله محتاجين نتكلم فيه. ايه كمان؟ ايه تاني اقول عليه؟ لا اتفضل. تعليم بيتعلموها من بره ضد الايمان وضد ربنا. تمام. يعني تعالوا كده نشوف ايه اللي ممكن نقول عليه لا. اولا نقول لا عن الشر، الخطيه، لانه لا شريك للنور مع ايه؟ مع الظلم. نقول لا لحاجه اسمها شبه الشر. ايه شبه الشر ده؟ ان شاء الله هو شر مش واضح قوي، مش باين قوي. يعني بص يا ابونا، انا هسافر مع اصحابي في الساحل اللي بيسموه الشرير، وانا عارف ان اصحابي ضايعين يعني، وساعات بيشربوا وغالبا بيشربوا، وغالبا يعني في قصه انه بيتقابلوا مع بنات وساعات بيحصل كده تجاوزات. بس ما تقلقش، لو شربت مش هسكر، ولو اتعاملت مع بنات هحط ايه؟ حدود. فده يبان ايه؟ مش شر. يعني ما انت يعني مش هتسكر وفي نفس الوقت برضو مش هتتجاوز مع حد. اهو ده اسمه ايه؟ شبه الشر. حاجه كده مش واضحه، يعني مش باين انه غلط يعني، لكن في الحقيقه هيؤدي الى ايه؟ انت بتوارد باب فكره يا ابونا انا مش هشرب غير كل فين وفين. وبعدين يا ابونا انا اسال نفسك سؤال، هو الكتاب المقدس اتكلم عن الشرب ولا اتكلم عن السكر؟ هو الحقيقه اتكلم عن الاثنين. لو انت عايز الاثنين موجوده الاثنين، بس انت عاده لما بتسال السؤال ده انت مش بتسال عشان عايز تعرف الكتاب بيقول ايه. يعني انت عايز تنفد من حاجه معينه، عايز توارب الباب، فالسؤال هدفه مواربه الباب. ولما بضغط عليك بقول لك يا ابني بلاش، تقول يا ابونا ما تقلقش، ده انا بشرب بمقدار، انا اكتر واحد حاسس بنفسه، انا بشرب عشان بس مودي يتحسن. لكن لو حسيت ان هبتدي الخبط بعمل ايه؟ بوقف. اهو ده شبه الشر. ليه؟ لان انت اصلا من غير ما تشرب دماغك ملخبطها. يعني انت اصلا ضايع يا حبيبي من غير ما تشرب. انت لسه هتستنى ما تشرب وتشوف دماغك كويسه ولا لا؟ ده انت ضايع من غير حاجه. ده انا ساعات اديك قانون روحي افتكره انا وانت اللي تنساه.
مع ان ده قانونك الروحي، المفروض انت اللي تبقى فاكره وانا اللي ناسيه. تقول لي اصل انا هشرب بمقدار وما تقلقش يا ابونا انا مش هيحصل لي حاجه. ده انت من غير ما تشرب او تشم حاجه حتى الحقيقه دماغك مش مظبوطه. فمين قصدي؟ ده اسمه ايه بقى؟ شبه الشر. مش شر، مش باين قوي انه غلط. انا مش هشرب واترنح، انا مش هتجاوز مع بنات، لكن بحط نفسي في الجو الايه؟ الصعب ده. ايضا اقول لا لمبدأ موجود في العالم وبيحاول العالم يدخله جوانا، ان الغاية تبرر الوسيلة. فاكرين قصة يعقوب وعيسو؟ وام يعقوب عملت ايه عشان ياخد البركة؟ لما قالت له بقى حط بقى شعر ماعز وخشن صوتك شوية وروح لابوك وقول له ان انا عيسو. فاكرين؟ يبقى هنا الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة. انا عايز ايه مش معناه اعمله باي طريقة حتى لو غلط. العالم بيقول غير كده. ايضا اقول لا لمجاملة خطأ. بص الكتاب يقول ايه؟ كتير من الناس امنوا بيسوع ولكن لم يعلنوا ده. ليه لم يعلنوا ده؟ لانهم احبوا مجد الناس اكتر منين؟ هم عايزين الناس تجاملهم، هم يجاملوهم، مش عايزين حد يزعل منهم، مش عايزين حد. فقرروا ايه؟ يقولوا نحن لا نؤمن بيسوع، رغم انهم امنوا وشافوا معجزات لكن ما اعلنوش ده. ليه؟ بعض الناس ساعات مننا كده عشان يجامل اللي قدامه لا يحط صليب ولا يبقى مستعد انه يدافع عن ايمانه. انا قصدي ما نتخانقش يعني، لكن على الاقل يبقى عارف ايمانه. يقول لك مفيش داعي نتكلم، مفيش داعي نقول، اي حد يهاجم الايمان اعمل مش واخد بالك وخلاص. ماشي مش هنتخانق، لكن في نفس الوقت يا ترى عارف ايمانك، بذاكره كويس، مستعد لمجاوبة كل، ولا بسكت وبتكسف لألا يتقال عليا مسيحي متدين؟ ايه يعني ودي يعني تهمة؟ يعني دي بركة ان احنا يعني ندعى اسمنا مسيحيين. وايضا بقول لا لشهوات جسدي والاكل. واكبر دليل يبين سيطرة الجسد علينا اوقات الصيام، مش كده ولا لا؟ اوقات الصيام تلاقي ايه؟ التفكير في تأثير النشويات وتحولها إلى سكر، وتأثيرها على القولون، وتأثيرها على وغازات المعدة. قال يعني الأكل الفطاري بيطري على المعدة، قال يعني الأكل الفطاري ما بيسدش الشرايين، قال يعني اللحمة والفراخ والبيض المسلوق ملوش دعوة بالكوليسترول. كل دول بعيد عن أي تأثير طبي. الأكل الصيامي بس هو اللي إيه؟ وتلاقي واحد يقول لك او واحده ابونا اعمل معروف انا عايزه اعمل دايت لان انا تخنت اليومين دول. طب يا حبيبتي ما في وقت حلو للدايت ومميز اسمه 50 المقدسه، اللي هو صراع الاقوياء والبقاء للاقوى، واللحمه بتاعت الاربع والجمعه المشويه دي. طب ما انت يا بابا لو عايزه تعملي دايت من باب اولى خليها فين؟ في الخمسين. بدل ما بيجي الخمسين المقدسه بنتحول زي افلام الكرتون كده، تلاقينا كنا ماشيين عادي بقينا غريندايزر او طياره او صاروخ، مش كده ولا ايه؟ بنعمل الكلام ده ليه؟ عشان اديني حل ببيضه، اديني حل بجبنه، اديني. على فكره مش غلط لو واحد عنده ظروف صحيه او تعب، ابونا نفسه ممكن يتعاطف ويتكلم في دي، والكنيسه مديه لابونا الصلاحيات لو اللي قدامك تعبان مفيش مشكله. لكن الكتاب يقول لازم اقول لا لشهوات جسدي. يقعد يقول لك وانا مش مقتنع باسبوع الاستعداد. من غير ما تقتنع، احنا اصلا بنتلكك نصوم. وقعد يقول على فكره الكنيسه بتاعتنا غريبه قوي، دي بتتلكك تصوم. انت اتفاجئت بعد السن ده كله؟ احنا كنيسه بتتلكك تصوم. واحد يقول لي ليه يعني؟ مش عافية ولا حاجة. اهتمام الجسد عداوة ايه؟ لله. الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد. يبقى الجسد ده بيعطل ولا ما بيعطلش؟ يبقى بنتلكك نصوم. قصة يعني مش محتاجة منك تقول هو احنا غريبة قوي، هو احنا بنتلكك نصوم. اتفاجئت بعد السن ده ان احنا بنتلكك نصوم؟ بنتلكك نصوم. طب ليه وجع القلب ده؟ مش وجع قلب ولا حاجة. ده بولس الرسول قال التعبير ده، اهتمام الجسد عداوة ايه؟ وبولس الرسول اللي كان روحيا قوي وعلاقته بربنا عظيمة وأعظم الآباء الرسل، يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا إيه؟ مرفوضا، لألا بعد ما أكون جبت ناس للمسيح لو سبت جسدي يفوق عليا ويسيطر عليا هيضيعني. يبقى أقول لا ليه؟ لشهوات الجسد. لما يجي الصيام أصوم وأعرف إن الكنيسة بتتلكك. بتتلكك عشان مصلحتك ومصلحتي، لأن اهتمام الجسد ايه؟ عداوة لله.
اقول لا لشخصية مستغلة بتضرني تأذيني، صديق بيبعدني عن ربنا، انسانة بتقرب مني وعايزة توقعني في الخطية، انسان بيلعب في وداني وبيحاول بكل الطرق يبعدني عن المسيح. النهاردة كتير من البنات او الولاد اللي بعدوا عن المسيح، بالذات البنات لان هم مركزين مع البنات، بيبقى سبب المشكلة دي ايه؟ انها ما عرفتش تقول له من الاول لا ما ينفعش تقرب مني كده، ما وربت الباب من الاول وسمحت لنفسها تسمع له ويتكلم معاها ويقول لها كلام حلو ويتعاطف ويقول كلام سكر خالص. كانت النتيجة وصلنا لمرحلة مش قادرة تستغنى عنه، فأي كلام هيقوله تصدقوا ولا ما تصدقوش؟ صدقوا للأسف يعني. وعشان كده لازم أقول لا، لو حد هيضرني يبعدني عن ربنا يستغلني يأذيني يعلمني الخطايا، لازم أقول له إيه؟ لا. يبقى في حاجات كتيرة قوي محتاجين نقول فيها إيه؟ لا. السؤال التاني طبعا بنقول لا ليه؟ لأنه ينبغي أن يطاع الله أكتر من الناس، لأن لو حصل العكس هتبقى مشكلة ومشكلة كبيرة. إيه خطورة إن أنا ما أقولش لا؟ إيه خطورة إن أنا ما يبقاش عندي ما يسمى بالرفض الإيجابي؟ 3 مصايب أسوأ من بعض. كم مصيبة؟ 3. أول حاجة بفقد هويتي. أنا إيه هويتي؟ أنا ابن الله. متى صليتم فقولوا إيه؟ أبانا الذي. لا أعود أسميكم عبيد بل إيه؟ بل أبناء. مش كده؟ صح؟ لا، أنا مع الوقت لو ما بعرفش أقول لا للأحداث وللمواقف، الحقيقة مع الوقت هفقد هويتي. راجع سليمان الحكيم وراجع شمشون القاضي، الاتنين دول كان بدايتهم قوية جدا. واحد زي سليمان ده اللي جه بعد داود وبقى ملك لإسرائيل، راح في منطقة جبعون وخد خلوة وقدم ذبايح لله، والله تراءى ليه، شاف ربنا في رؤية وطلب منه الحكمة، وربنا لأنه أعجب بطلبه اداله الحكمة والغنى والسلام والمجد، لدرجة رغم ان الملوك كانوا يغيروا من بعض من كتر ما سليمان ده كان معدي، كان الناس تروح تتفرج عليه بيعمل ايه عشان يبقى كده. لكن شفنا انه لما ساب عينيه تعمل اللي هي عايزاه، ما قال كده مهما اشتهته عيناي لم امسكهما عنه. اي حاجة عيني حبيتها، حبيت الفلوس عملت قصور وغنى وفرضت على الناس ضرايب. عايز اقول لكم على ملحوظة، سليمان كان بيحارب بتعظم المعيشة. سليمان الملك بنى هيكل سليمان في 7 سنين. الهيكل اللي مليان ألماظ وياقوت ومرجان والحجارة الكريمة دي قعد يبنيه في قد ايه؟ 7 سنين. لغاية دلوقتي شعب إسرائيل بيبكي على ايه؟ على هذا الهيكل. ولما جم أيام عزرا وزربابل وبنوا هيكل قعدوا يعيطوا، قال لك الهيكل اللي بنيناه دلوقتي ايام عزرا وزربابل ولا حاجه بالنسبه لهيكل ايه؟ ده كان حاجه فظيعه. بناه في قد ايه؟ 7 سنين. احد قصور سليمان بنيت في 13 سنه. يعني كل عظمه الهيكل سليمان بناه في قد ايه؟ احد قصوره بناه في قد ايه؟ يعني تقريبا الضعف. تخيل بقى القصر ده كان شكله ايه؟ عايزك بقى تتخيل معي. يعني قعدوا يبنوا الهيكل بكل تفاصيله في 7 سنين، فطلع الاختراع ده. احد قصوره بناه في قد ايه؟ 13 سنه، تقريبا ضعف المده. تفهم ايه بقى؟ مهما اشتهته عيناي. حب الستات، تتجوز كام يا سليمان؟ 1 ولا 2؟ قال لك لا، 600 و400 ألف واحدة. ده الواحد بيتجوز 1 وبيشكر ربنا على كده. انت اتجوزت 1000 واحدة، ارتبطت ب1000 واحدة؟ ازاي يا سليمان؟ ازاي الكلام ده؟ كانت النتيجة ايه بقى؟ النتيجة انه مع الوقت بدأ يبعد عن ربنا. ومع الوقت سليمان اللي بنى هيكل سليمان جه عند مرتفعات اورشليم وبنى هياكل للاوثان. ولما عجز اكتر زوجاته الوثنيات اتدلعوا عليه وخلوه يبخر للاوثان. يا نهار ابيض، ده فقد هويته. ده بعد ما كان ابن داود اللي بيشوف ربنا في رؤى مليان حكمة مميز، صار ملك بيعبد الأوثان وإلى آخره. وآباء كتيرة بيقولوا لولا أنه تاب في أواخر أيامه ولحق نفسه كان بقى دخوله السماء ده شيء إيه؟ مشكوك فيه. ده مين؟
سليمان. فأول شيء بتفقد هويتك. تاني شيء بتبقى عثرة للآخرين. رايح فين؟ رايح الكنيسة. جاي منين؟ جاي من المؤتمر. رايح فين؟ رايح الخلوة. جاي منين؟ جاي من الأمسية. وأكتر واحد عامل عثرة لأهل بيته ولجيرانه حضرتك. ليه؟ أصل أنا جوه الكنيسة بمنظر وبره إيه؟ لا، بعمل بقى كلام العالم، بتخانق وبشتم، ولو حد ركب مكاني في العربيه اللي تحت اروح خارم له البتاع فيصحى الصبح يلاقي العجله نايمه، او اروح ضارب له المرايه كسرها له، او اجيب كده حديده واكتب اسمي ثلاثي على الكبوت من فوق كنوع من الفن عشان ما يكررهاش، واعمل خناقات بقى، واعمل خناقات. يا ابني ما ينفعش. يقول لك يا ابونا انتوا عايزيننا ملطشه. يا حبيبي انت ليك هويه، انت كده هتكون سبب عثره. يروا اعمالكم الحسنه فايه؟ هتفقد هويتك. نمرة 2 هتبقى مصدر عصر. مرة ابونا داود بيحكي لنا عندنا في كنيسة ابونا داود لمعي، بيقول مرة ركب تاكس عشان يجي الكنيسة، فسواق التاكس شخص غير مسيحي، فبقول له يعني يا شيخ انا عايز اسألك سؤال. قال له اتفضل. قال له هو انت عندكم آية في الإنجيل بتقول للولاد والبنات يعملوا اللي بيعملوه عندكم في الكنايس ده؟ يعني في آية بتتيح للولاد والبنات اللبس والهزار والصوت العالي ومد الايد والسايد هاج والكلام في كده؟ في حاجه كده عندكم؟ طبعا ابونا فهم ان السؤال ده مش سؤال ايه عشان عايز اجابه، يعني ده سؤال واحد معصر ومتخيل ان الايمان بتاعنا اللي ساعات بيشوفه قدام ابواب الكنايس وتجمعات الكنايس، وان هو ده الطبيعي وانه ده الصح بالنسبه لنا. ودي نقطه في منتهى الاهميه، ان انا مش بس بفقد هويتي، ده انا كمان ايه؟ ببقى سبب عصر. الحاجة الثالثة والأخيرة ودي أصعبهم، أبديتي، خلاص نفسي، السماء. في قصة مذكورة في أحد كتب أبونا تدرس يعقوب مؤثرة جدا لدير من الأديرة، دي قصة حقيقية. كان فيها راهب متهاون. التفاصيل ما قالتش متهاون إيه يعني، لكن هو متهاون، وكل ما يروح لأب اعترافه وأب اعترافه يشجعه يكبر دماغه، ودايما يرد بتهاون. يعني يا ابونا لسه قدامنا العمر، مستعجل ليه على القانون الروحي، الصيام براحتنا، احنا قدامنا الوقت. عارفين الطريقه دي اللي هو كل حاجه ايه يأجلها، ومش ماشي بوضوح. انا راهب يبقى هعمل 1 2 3، انا انسان مسيحي يبقى اعمل 1 2 3، مش في دماغه الفكره دي. وفي يوم من الايام الدير صحي على فجعه، انه فاجعه يعني، انه هذا الاب الراهب المتهاون انتقل، مات وهو شاب صغير. مين اكتر واحد بقى كان حزين عليه؟ اب اعترافه، لانه عارف انه الراهب ده ربنا يحمينا يعني. فقعد يصلي لله عشان يطمنه على مكان هذا الراهب، مش عارف هو فين وقلقان عليه، ويعني مش مستبشر خير. ففي يوم بيقول شفت رؤية انه الراهب ده في مكان سيء جدا، مكان متعب جدا. فبدأ أبوه الروحي يبكي ويعيط ويندب نفسه كده ويلوم نفسه ويقول له يا ابني ليه كده بس؟ ما أنا قلت لك، ما أنا حاولت معاك. فرد عليه الراهب بتهاون، قال له لا تبكي يا أبي، ما تبكيش يعني، فأنا أقف على كتفي مطران. تاني قال له لا تبكي يا أبي، أنت بتعيط ليه؟ زعلان عليا؟ طب إيه رأيك بقى في تحت الظاهر الجحيم ده ربنا يحمينا له مستويات يعني، الظاهر في تحت موجود ايه؟ اب مطران. ده معناه ايه يا احبائي؟ معناه انه ربنا يحمينا كلنا، لا حد يراهن على انه خادم، ولا حد يراهن على انه امين خدمه، ولا حد يراهن على انه ليل نهار جوه الكنيسه، ولا حد يراهن على انه الناس عارفاه. احنا نراهن على التوبه، نراهن على الهويه. أولاد ربنا بنقول لا للغلط وبنمشي مع ربنا في الصح. عشان كده لو معرفتش أعترض بطريقة إيجابية أنا بحط حياتي في خطر. أولا بفقد هويتي، ببقى شبه العالم. ثانيا أكون مصدر عصر للي جوه الإيمان وكمان اللي بره الإيمان. ثالثا وأخيرا أبديتي هتبقى في خطورة. إيه الأسباب بقى اللي تخليني وتشجعني ان انا ارفض واقول لا ايجابي؟ يعني ايه بقى اللي انا وحضراتكم نعمله علشان الموضوع ده يبقى ايه؟ واضح. عندنا نقطتين مهمين. اول حاجة وضوح الهدف.
دايما اللعبة اللي بيلعب عليها الشيطان انه يشغلنا. حتى صدقوني في اوقات الاجازة بنبقى ساعات عاملين زي ام العروسة، يقول لك فاضية وايه؟ يعني مش بتعمل حاجة، ما دي ام العروسة، دي الملكة الام، يعني العروسة الملكة ودي الملكة الام. بتعمل ايه؟ ولا حاجة، بس توتر طوب الارض. ليه توتر طوب الارض؟ تقعد تسال جبتوا الشربات، جبتوا بتاع، عملتوا ايه، وديتوا ايه؟ يا ستي بس خليكي في حالك، شيل الصليب واهدي كده واقعدي صلي للعروسه وصلي لنفسك وركزي في ابديتك واحنا هنتصرف. فالحقيقه اول شيء، هل الهدف واضح؟ يعني انا وحضراتكم اهدافنا واضحه؟ احنا عارفين احنا عايشين بنعمل ايه في الدنيا، ولا الدنيا واخدانا والمشاغل واخدانا والاخبار واخدنا والموبايل واخدنا وسائل التواصل شغله دماغنا والدماغ دايما مدوش؟ ده سؤال مهم. بصوا الكتاب يقول ايه؟ نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس. احنا كل اللي بنعمله على الارض ده عشان في الاخر يحصل ايه؟ الناس اللي بنخدمهم يوصلوا للسماء يخلصوا، واحنا كمان، وده بالضروره وبنعمه ربنا ايه؟ فاحنا عايزين السماء، احنا عايزين خلاص النفوس. انا مش جاي الخدمه عشان لا مؤاخذه يعني اطلع عقدي، او جاي الخدمه عشان الناس تعرفني، او جاي الخدمه امشي اللي انا عايزه ورايي هو اللي يمشي وشخصيتي تبان وابقى مشهور. لا، ده انت بعيد عن الهدف خالص، ده انت بعيده تماما عن الهدف. الهدف نائلين غايه ايمانكم ايه؟ خلاص النفوس، السماء. احنا عايزين السماء، مش مهم مين اللي اتقال له برافو عليك، المهم نمشي في سكه السماء. وايضا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 9:24 يقول ايه؟ ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون ولكن واحد يأخذ الجعالة. معلمنا بولس الرسول عايز يقول ايه؟ عايز تمشي في سكة ربنا، ارقدوا يعني اجروا لكي تنالوا. عشان توصل للهدف، توصل للمراكز الأولى، لازم تعمل ايه؟ تركز على الهدف وتجري ناحية الهدف. عشان كده كل درس انا بقوله للولاد يا ترى بطبقه؟ يا ترى اصلا بحضره بضمير واقول له تكلم يا رب فان ابنك سامع؟ يا ترى لما انا بسمع كلمه في مؤتمر ولا في رحله، حتى لو انا اللي بقولها للولاد، بقول له يا رب اديني ان انا انفذ واحاول اخد تدريب واقعد مع اب اعترافي؟ يا ترى لما بقرا الانجيل بقول له تكلم يا رب فان عبدك سامع؟ ما كل النقط دي مهمه. في واحد مركز. وعلى فكره اقول لكم على حاجه، احنا كاباط ارثوذكس هنبقى في موقف محرج قدام ربنا في السبت. ليه؟ لانه ربنا ادانا دوافع ان احنا نركز بيها معاه. ادانا 3 دوافع. اولا بين محبته لينا فقال لنا انا بحبكم. ثانيا قال انا ماضي لاعد لكم مكان فادانا مكان في السماء. ثالثا قال انه الديان العادل الذي سيجازي كل واحد بايه؟ بحسب اعماله. عندنا 3 دوافع وربنا وضحهم. وبالنسبه لنا احنا كاباط ارثوذكس ربنا مش بس وضحهم بالايمان، ده وضحهم بالعيان. واحد يقول ازاي بالعيان يا ابونا؟ يعني ازاي قدسك بالعيان؟ وحد فينا طلع السماء وشافها ونزل حكى لنا؟ لا، ما حصلش. طب ازاي قدسك بتقول بالعيان؟ لا، احنا في تاريخ كنيستنا حصلت احداث ومعجزات شافها مئات الالاف من البشر بتقول ان في سماء وان في اله بيحبنا وان في اله ديان عادل. وبالتالي لو انت عندك مشكله ما تصدقش الكلام ده او تتوه عنه مالكش عذر، لان الكلام ده مش بس ربنا اعتمد على الايمان، ده كمان ادانا ايه؟ عيان. واحد يقول ازاي؟ راجع 2 ابريل، احنا النهارده كام؟ بعد بكره صح؟ 2 ابريل 68 حصل ايه؟ ظهور العذراء، ست العذراء في الزيتون. قعدت تظهر 4 سنين، ابريل 68 لغايه 71. 68 بتظهر، 69 بتظهر، 70 بتظهر، 71 بتظهر. شافها مين؟ يوه ما تعدش. واحد يقول بس على فكره يا ابونا انا ما شفتهاش. يا ابني ما انت مواليد 95، يعني هتشوفها ازاي؟ يعني برضه فكر معايا، يعني برضه في افكار. وقال لك هو انت شفتها؟ انا شخصيا ما شفتهاش، انا مواليد 71 فما شفتهاش. لكن ده مش معناه انها ما ظهرتش، هي ظهرت والناس شافتها. لو مش مصدق دور في جوجل كده وشوف وكالات الانباء العالميه وشوف الاهرام
والاخبار والجمهورية في الصفحة الاولى، وهم حاطين صور الزهور. الاخبار كاتب عنوان بالاحمر كده: ظهور العذراء بالزيتون. ده الاخبار. والاهرام كاتب بالاسود: البابا كرولوس والمجمع المقدس يعلنان ايه؟ ظهور العذراء بالزيتون. وجايبين شهادات عشرات المسيحيين وغير المسيحيين اللي شافوا العذراء واللي حصلت معهم معجزات. وكل اللي كتبوا التقارير دي الصحفية قالوا انه اللي حصل ده لا يدع مجال للشك انه العذراء ايه؟ ظهرت. وعلى فكرة بعض الناس، وكان من ضمنهم اخواتنا البروتستانت، قالوا الكلام ده نصب، الكلام ده كهرباء وليزر. وانا سمعت بوداني. قالوا ايه؟ عشان ما حدش يقول لي انت متحامل عليهم ليه؟ انا سمعت بوداني قالوا انتوا بتعملوا كده عشان تبرعات. وجات الدولة قطعت الكهرباء عن منطقة الزيتون كلها. وطبعا كان متوقع لو احنا بنلعب بالليزر والكهرباء يحصل ايه؟ العذراء ما تظهرش بقى. بس اليوم ده ظهرت. والغريبة ان اليوم ده كان موجود الرئيس جمال عبد الناصر، وكان قاعد في مكان مرتفع قدام القبة. واللي حصل يوميها ان جابوا طفل في تانية او تالتة اعدادي ولبسوه بدلة ببيبيونة وادوا له اوتوغراف، وفجأة دخل في مكان مظلم لقى اللي قدامه مين؟ الرئيس جمال عبد الناصر. الطفل ده حي يرزق. ابونا قسطنطين هو كاهن دلوقتي، كان كبير. ابونا قسطنطين في كنيسة العذراء والقديس بشنونة في مصر القديمة. ابونا قسطنطين ده هو الطفل اللي كان شايل الاوتوغراف بالظبط. هو اصلا من ولاد العذراء الزيتون، وراح بيخدم دلوقتي بقاله سنين. طبعا ده كان قديم يعني، راجل بركه يعني. وكان بيقول كنت واقف بترعش من منظر جمال عبد الناصر وهو بيمضي لايه. وطبعا كلكم عارفين بقى ان الكاتدرائيه الجديده دي اتبنت بعد الظهور، ودي كانت جراج نقل عام، ودي كانت ارض واسعه، والدوله قررت تدينا الارض دي عشان نبني عليها ايه؟ تفتكروا الارض كده الدوله تبقى متاكده ولا مش متاكده؟ لما تديك ارض تبني عليها كاتدرائيه يبقى ده معناه ايه؟ معناها بتؤسس لذكرى الظهور. وتقدر تخش كده على جوجل وتدور على الكلام. اهي دي الدوافع. انا وانتوا حتى ربنا لما لقانا ضعفة وقال انتوا مش قادرين قوي تعيشوا بالايمان 100%، طب هعمل معاكم واجب ايه؟ يلا كل فتره كده هزق حاجه. انا بدي مثل 2 ابريل 68، لكن ما هي ظهرت في شبرا في بابا دوبلو، وظهرت في اسيوط، وظهرت في يعني ليها ظهورات كتير. والحقيقه 6 فبراير اللي فات كان التذكار ال 35 لمعجزه العذراء والانبا بشوي في بورسعيد. 35 سنه تيجي ميعاد معجزه الشفاء بتاعت الست دي، تقوم ايدين العذراء تنزل ايه؟ زيت يبارك الناس كلها. معجزه بقى لها كام سنه؟ 35 سنه في نفس الميعاد 6 فبراير. ايه ده بقى؟ ايه يا رب اللي عايز تقوله؟ ارجوكم ما تتوهوش بقى، ارجوكم يعني ما تخلوش الدنيا تضحك عليكم، ما تخلوش الشيطان يشغلكم. نائلين غايه ايمانكم ايه؟ عشان تعرف تقول لا لازم الهدف يبقى ايه؟ واضح. انا ابن المسيح قاعد في الدنيا فتره طالت او قصرت، لكن في يوم من الايام رايح فين؟ رايح الاله حبني، رايح للسماء مكان افضل، رايح اقف قدام الديان العادل الذي سيجازي كل واحد بايه؟ بحسب اعماله. الحاجه الثانيه والاخيره عشان وقتنا، لازم المفاهيم توضح ليا. ما انا هقول لا وهقول على ايه؟ ما انا لازم اعرف، مش كده ولا ايه؟ الحقيقه الكتاب المقدس واللي يقرب منه يعرف بوضوح نقول لا على ايه. الكتاب المقدس يقول كل الاشياء تحل لي، ولكن ليست كل الاشياء توافق. يا ترى المكان اللي انا موجود فيه ده ينفع يبقى موجود فيه المسيح ولا لا؟ يا ترى المصيف اللي انا رايحه ده، التصرفات اللي انا بعملها دي ينفع المسيح يشوفني وانا بعملها ولا لا؟ يا ترى وانا في الاوضه لوحدي والباب مقفول وفتحت النت على الموبايل وبتفرج على مواقع معينه، يا ترى لو جه المسيح قاعد جنبي ينفع يشوف اللي انا بشوفه ولا لا؟ عشان كده الكتاب يقول كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء ايه؟ توافق. مش كل حاجه توافق كوني ابن ربنا، واحنا بنبقى عارفين، بس اما بنعمل مش واخدين بالنا او مع الوقت بنتعود على الغلط. فاكر في مره كان احد الشباب بيوصلني، كنت في نهضه او حاجه، وبعدين جه واحد راح كسر عليه كسره صعبه قوي. فبعد ما هدينا كده راح فاتح له الازاز وابتسم له، الولد اللي جنبي يعني، قال له انت حظك حلو
ان ابونا قاعد جنبي. طبعا انا اللي جه بقى في بالي سيبك من ابونا ده خالص، ده ملوش لازم، لكن تخيل لو انا صدقت بقى ان ربنا مش قاعد جنبي، ده روحه جوايا، ده احنا هيكل الله وروح الله ايه. لو انا بقى صدقت ده وقلت كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء ايه، في اماكن كتيره مش هروحها، وفي تصرفات كتيره مش هعملها، وفي حاجات كتيره قوي مش هقبلها ولا ابلعها ولا اعديها. ليه؟ اصلها لا توافق، لا توافق. الحاجه التانيه، ليست كل الاشياء تبني. ما انساش في مره دخلت في اعداد خدام عندنا في احد الخدمات عندنا في الكنيسه، وبعدين كنا بنتكلم على الصداقه وحياه الشركه، والايه بتاعت يشوع بن صراخ: الصديق الامين معقل حصين، من وجده فقد وجد ايه؟ كنزا. كنت هم كانوا اولى جامعه، فكنت بكلمهم على بقى تنازل خدمه، اختار اصحابك بقى، اختار اصحابك. فغلطت وسولت لي نفسي المريضه ان انا ادي امثله من النوع ايه؟ يعني انت لو معاك اصحابك مثلا وحد فيكم كسل عن الكنيسه، شجعوه. لو انتوا رحتوا مع بعض مصيف، ندور على كنيسه قريبه ونحضر قداس. غلطت، قلت خطيه، قلت كلام لا يليق، قلت كلام فيه اهانه، ما خلصتش بقى لاخر القعده. كل الناس يقول يا ابونا ده كلام غير منطقي، ده كلام مثالي بزياده، هو انا اصحابي دول بقى هيودوني السما وانا اوديهم؟ ايه الكلام ده يا ابونا؟ ايه الكلام؟ لدرجه بعد ما طلعت رحت قعدت معاه باعتراف، قلت له انا قلت كلام غلط؟ ابونا ضحك قال لي لا انت قلت الكلام اللي قاله الكتاب. من كتر ما هم شايفين ايه، لا احنا الصحاب يعني ايه؟ يعني سهرات ونروح نتسحر ونروح نفطر ونقعد لغايه 4 الصبح بالليل في الفجر ناكل فول وطعميه وناكل، هو ده الاصحاب، ونتنطط ونجري ونهزر ونعكس بنات، هو ده الاصدقاء. الحقيقه كل الاشياء تحل ليه، لكن ليست كل الاشياء ايه؟ تبني. لا، اللي انا بعمله ده بيبني ولا لا؟ انا النهارده لو مختار اصحاب كويسين ومسافرين بعد ما اتجوزنا، احنا ممكن نقول درس كتاب، دي مش خطيه، ان شاء الله نص ساعه، ايه المشكله؟ وقت المصيف في وقت كتير بيروح في هزار طب ايه اللي يمنع نصلي ربع ساعه وناخد باراجراف ربع ساعه ونطلع بايه؟ فالصداقه هنا تبقى بتعمل ايه؟ بتبني، بتخلي الانسان يتشجع على ربنا ويقرب من ربنا. اخر حاجه، لا يتسلط علي شيء. يعني لا يتسلط علي شيء، يبقى الواحد يتحرر. بعض الناس ساعات تقعد تجاهد قوي، هو المسيحيه بتوافق على الخمر؟ المسيحيه مش بتوافق على اي حاجه تتسلط عليك، حتى لو مش خمر. فنجان القهوه ده ولا النسكافيه ولا اي حاجه من الحاجات دي لو متسلطه عليك مش صح، لازم تراجع. عشان كده لما بنيجي نقول الصيام، في جزء صيام ايه؟ انقطاعي، قطاع عن الطعام. يا ابونا ده انا مش بفتح عينيا غير لما بشرب نسكافيه. انا فاكر كويس قوي كنا مره في مؤتمر شباب، ودي اخر قصه عايز اقولها، وبعدين كان معانا شاب من الشباب بيعترف، وبعدين بقول له بقى خلاص يلا شد حيلك بكره نحضر مع بعض القداس. قال لي لا مش هقدر. قلت له ليه يا حبيبي، انت مخبي حاجه؟ انت مش اعترفت؟ قال لي اه. قلت له طب في حاجه مخبيها عليا؟ قال لي لا كله اعترفت. قلت له طب ايه؟ ما انا اديتك حلو وكله زي الفل، وابتدي بقى يلا من جديد ولازم تتناول. قال لي بص يا ابونا انا عندي مشكله ان انا ما بعرفش اصوم انقطاعي. قلت له تصوم انقطاعي فين يا حبيبي؟ قال لي ما انا هصوم انقطاعي. قلت له لا يا بابا فين الانقطاعي ده؟ انت هتخش دلوقتي تنام، ولو عايز تشرب حاجه او تاكل حاجه هديك حل، وبعدين نام واصحى. الاوضه اللي انت الاوضه بتاعتك جنب الكنيسه بتاعت القداس في المبنى، هتمشي 3 دقايق وتحضر القداس ساعه تكون اتناولت. قال لي لا قصتك مش واخد بالك بقى. قلت له لا فهمني، فين الانقطاع يعني؟ فين فتره الانقطاعي؟ ده انت هتتعشى دلوقتي تشرب حاجه سخنه وموافق لك واديك حل، وبكره تصحى تحضر قداس ساعه الا ربع ساعه بكتير وتتناول. فين الانقطاعي؟ لقيته ابتسم كده وقال لي قصك شفت اعلان المرتبه؟ قلت له ايه اعلان المرتبه ده؟ ما هو طبعا الشباب بنشوف معاهم العجب. قلت له ايه يا ابني اعلان المرتبه ده؟ شكرا يا سكر يا عسل، شكرا. ايه اعلان المرتبه ده يا ابني؟ قال لي يا ابونا في اعلان عن المرتبه ان الواحد صحي وقام من على السرير بس المرتبه لازقه في ظهره، راح يغسل وشه عشان رايح شغله في الحوض والمرتبه في ظهره، لبس البدله والمرتبه في ظهره، ده معنى رمزي انه لسه نايم. ركب الاسانسير والمرتبه في ظهره،
ساق العربيه والمرتبه في ظهره، قعد في المكتب في الشغل والمرتبه فين، لغايه اول ما جاله الساعي بالنسكافيه وشم الريحه وخد اول شفطه، ايه اللي حصل للمرتبه؟ وقعت بقى المرتبه وشاوس. قال لي انا من النوع ده، انا من النوع اللي مش هصحى الا لما اخد ايه؟ بق نسكافيه. فمش هيقدر يصحى يروح القداس اللي جنبه في الاوضه اللي جنبه عشان مش عارف يصحى. تخيلوا وصلنا لايه؟ ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ تسلط. قيس على كده بقى الشرب والاكل والسجاير، مش كده؟ ما اقدرش اروح اتناول ليه؟ السجاير. ايه ده بقى ان شاء الله؟ لازم اقول لا للكلام ده، ولازم اراجع نفسي، ولازم استغل فترات الصيام عشان اجوع نفسي واعطش نفسي. ليه وجع القلب ده؟ لا دي قوة، انت مش واخد بالك. ده اللي بيتحكم في نفسه ده احسن من اللي بيتحكم في مدينة. عشان الواحد يقدر يقول لا محتاج حاجتين: هدف واضح، ليه انا بعمل ده كله؟ لان عندي اله بيحبني وبيقول لي اعمل ده، لان عندي مكان محتاج اتعب عشان اوصل للمكان ده، ولانه في اله ديان عادل سيجازي كل واحد بحسب ايه؟ اعماله. وفي نفس الوقت عندي مفاهيم واضحة جاية من الكتاب المقدس. كل الاشياء تحل لي، ولكن ليست كل الاشياء توافق ايه؟ انا ابن ربنا ولا لا؟ كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء تبني. ما ينفعش اضيع وقت فراغي طول الوقت في حاجات ملهاش معنى. ممكن اتفرج على ماتش كوره، لكن ما اقعدش طول اليوم اتفرج على 5 6 مسلسلات. ليه؟ اختار مسلسل واحد واختاره بعناية وكفايه. ولو عندك حاجات تانية هم وماله، خلي دايما دنيتك فيها بنى. واخيرا كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط عليها شيء. لا، الايجابيه دي مهمه جدا يا جماعه. وكتير من المصايب والمشاكل اللي انا وحضراتكم نقع فيها لان احنا وربنا الباب وما قلناش ايه؟ لا. ربنا يدينا وديكم نعمه. نقول دايما لا لإلهنا المجد دائما ابديا امين.